العديد من الطلبة يعتقدون أن دراسة ليلة الامتحان هي نفسها الدراسة التي ندرسها في الأيام العادية. إنها نفس الشيء، أليس كذلك؟ لا يا عزيزي، هذا الشيء خطأ. نعم، أين هو الصح؟ أين هو الصواب؟ سأقول لك. في كثير من الأحيان نتمنى أن يكون وقت الامتحانات طويل جدا لكي نسترجع مما قرأناه سابقا ونبدأ بشيء جديد لم نقرأه من الأصل لكي نحصل على نتيجة ترضينا في نهاية المطاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأز من صلى على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. أعزائي المشاهدين، أنا أحمد إماد، طالب طب أسنان في جامعة الموصل المرحلة الخامسة. بما أنكم قرأتم عنوان الفيديو الذي هو روتين وقراءة ليلة الامتحان، أشون أنا أقرأ ليلة الامتحان؟ تمام أخوان؟ فأنا أريد أوضح بس قبل لا أبلش وأدخل بصلب الموضوع، أريد أوضح بس فقرة صغيرة. ليلة الامتحان تمام، وهاي الأيام العادية اللي إحنا نقرأ بيها، اثنيناتهم ما نفس الشيء. لا تجي تحط بيناتهم يساوي. تمام، هذا الشيء ما يساوي هذا الشيء. لأن إذا جيت سويت أنت دراستك مع ليلة الامتحان تمام مع دراستك اللي أنت تقراها بالأيام العادي، هذا الشيء غلط. أنت هوني عتدمر نفسك. زين، ليش عتدمر نفسك؟ لأن الوقت قبل مفتوح، هسه هوني الوقت محدود. تمام، الوقت محدود، الوقت محدود وليس الوقت مفتوح. وجاء أبو العتيق مع أبو الغاز، المهم دائما يخربون الفيديو مالتي بالأوقات اللي أصور بيها يجون. أخوان، أنا أول شيء أعتذر أنه أنا ما أرد على كل الأسئلة، لكن أنا مخلي وقت محدد. تمام أخوان، كل يومين من 9 إلى 10 بالليل أنا أفتح بث على قناة اليوتيوب اللي موجود رابطها هوني تمام بالأسفل مال الفيديو. هاي القناة أنا أعمل بيها بثوث في سبيل أنه أجاوب الطلاب، فإذا خشعتني أنا ما أقدر أجاوبك اعذرني. تمام، وعرف أنه أكو وقت محدد من 9 إلى 10 بالليل كل يومين أفتح بث بهاي القناة اللي موجود رابطها بأسفل الوصف. تمام، أريد الكل يشترك بيها. أوكي، أنت مخير تشترك أو لا. تمام، في سبيل أنه نجاوب على كل الطلاب. تمام أخوان، لا غنى عن قناة التليجرام. يعني قناة التليجرام هي الأساس والحبل الوثيق بيني وبين طالب السادس. كيف أدرس لليلة الامتحان باعتبار هذوك كلهم راحوا ما وقتهم هسه؟ تمام، أنه تدرس أنت بعدين، هاي خليها بصفحة، ما وقتها هسه. إحنا عنوان الفيديو أشون أنا أدرس ليلة الامتحان. تمام، راح أعطيك بعض المفاتيح اللي إن شاء الله راح تستفاد من عنده بدراستك ليلة الامتحان. تمام، مفتاح رقم 1، هذول ال5 مفاتيح أتوقع يعني راح يختموا لك الفيديو ويختموا لك كثير أمور أنت ما كنت تعرفها أو ممكن تعرفها لكن ما أطبقها بالشكل الصحيح المراد تطبيقه. تمام أخوان، مفتاح رقم 1، ليلة الامتحان هو ما وقت نقرأ شيء جديد، لا. تمام، ليلة الامتحان ما وقت انه انا اقرأ شيء جديد. وقت الامتحان اجي اراجع اللي شيء درستونه قبل. يعني يجي احد الطلبة يقول انا عندي مواضيع مثلا قيري، خلينا نفرض انا ما راح افرض مادة معينة، راح اختار اي مادة عشوائية، او الاحسن انه ما اختار اي مادة. عندي 5 افصل، انا دارس من هذول ال5 افصل 3 افصل. هل الافضل انه انا اجي ابلش بهذول الفصلين بالبداية وبعدين ارجع على 3 افصل؟ اخوان، هذا الشيء غلط. تمام، أنا أبدي أراجع هذولي، أعرف أنه أنا خاصة إذا كان عليهم درجات كلش مضبوطة، يعني أنا أضمن النجاح. تمام أخوان، وبعدين أرجع على هذول الجداد. أما إذا أنت كان عندك متسع من الوقت وتحس نفسك أنه أنت مسيطر على هذول الثلاثي، لا، أبدي بهذول الاثنين. بس قلت لكم المفتاح رقم 1 أنه أنا ما أقرأ شيء جديد وأنا عندي شيء كان قريتونه قبل مضبط وأريد أراجعه، أحسن من هذا الشيء اللي راح أقرأه جديد. لأن أنا في حال جيت وقريته شيء جديد، تمام أخوان، وأنا عندي شيء قديم ما مضبطه، فأنا هوني راح أصير بحيرة في أمري أنه أقرأ شيء جديد لو أقرأ شيء قديم قبل كن قريتونه. زين، هذا المفتاح رقم 1. قد تخشعه مفتاح جدا حشاكم، يعني ما ذاك الأهمية، بس ما راح تحس بهالسبينه. تحس بالمواد الضخمة، راح تحس بالفيزياء، بالرياضيات، هاي السوالف المواد الضخمة راح تحس بينه قيمة هذا المفتاح اللي أعطيتوك هو هسه. زين، مفتاح رقم 2، السهر ووقت الدراسة. أنا أستثني الطلبة اللي يدرسون هين بالليل، لكن أكو طريقة كلش حلوة أخليك بيها تدرس النهار كله. زين، أشون؟ تنام لي ساعة 12، تقعد ساعة 5 أو 6،
تاخذ لك دوش صغير وتبدي تبلش. تمام. تبلش النهار كله انت تدرس. وقت الاستراحة ما بين 3-4 ساعات تاخذ لك استراحة نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة. هاي النص ساعة خليها ضمن الفترة المحيطة اللي انت بينه. تمام. ما هاي النص ساعة مثلا اطلع بيها نزهة او اطلع بيها خارج المنزل. اوكي الجامع قريب عليك، اطلع الجامع. تمام. الجامع نفسه الجامع بالمصلاوي. تمام. هاي السالفة ممكن تفيدك، ممكن يحسن من نفسيتك. كثر من الاستغفار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ادعي الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هاي السوالف ممكن تفيدك جدا، تسهل عليك الدرس. تسهل عليك الدرس. مثلا ضجت فد مرة ما تطيق تعرف تقرأ كل شيء، تجيب القرآن الكريم وتبدي تقرأ. على طاري القرآن الكريم اكو دورة أنا فاتحة بالقرآن الكريم موجودة بقناة التليجرام. اخوان اي شيء يصيغ هوني موجودة بقناة التليجرام، يرجع مرة ثانية ينذكر بقناة التليجرام. فلهالسبب قناة التليجرام جدا جدا مفيدة. تمام اخوان؟ تمام احمد. زين نكمل. ليش قلت نستثني جماعة السهر؟ لان اكو بعض الطلبة هيم يعجبهم يدرسون بالليل. زين. المفتاح رقم 3. اشني هو المفتاح رقم 3؟ التغذية. تمام. التغذية عنصر جدا مهم. هذا عقلك سيارة بالشارع ما بيها بنزين، تقدر تمشي؟ اكيد ما تقدر تمشي. زين انت مثلا ما تاكل على الاقل ولو وجبة واحدة باليوم كلش كافية. وجبة واحدة باليوم كلش كافية انه انت تحسن يعني خلينا نقول من جودة عقلك. يعني انا مثلا اليوم انا ما اكل كل شيء ابدي اقرا اوكي انت عاد تفتهم، ممكن انه انت عاد تفتهم او تفتهمين، لكن شوية يعني الشكل راح يصير عندك مضاعفات. هاي المضاعفات ما تأثر عليك باليوم الأول ولا اليوم الثاني ولا اليوم الثالث، على غفلة بنص الامتحانات، ولا أنه أنت ودعت وقعت يعني صار عندك مضاعفات، نقص حديد، نقص خيرات الله سوالف. تمام. فهاي سالفة التغذية كلش مهمة. يعني على الأقل أنت قاعدة من الصبح تاكل لك شوية بسكتاي فواكه ما فيشني وهالسوالف شيء من هالترتيبات. ما في سبيل أنه أنت مثلا تقعد إلا الدكة دك، والله ما تقوم إذا ما تدك دك للباتشا والبامية والتمة، إذا ما تدكة ما تقوم. لا هذا الشيء خلينا بعد الامتحانات. تمام. لأن أنت ما راح تاكل مادة ثقيلة. تمام. بعد تطير تنام. تمام. تشسي البطارية مالتك وتطير تنام. تنام ساعة ساعتين. احنا غدوية قضيناها ساعة ساعتين نوم، ساعة ونص، هاي 3 ساعات طيغة. هاي 3 ساعات ممكن تفيدك بغير وقت انه انت تقرأ بيها محاضرة جديدة بعد ما انه انت تضبط اللي عندك. تمام اخوان؟ فهذا الشيء جدا جدا مهم. هاي المفاتيح اللي اعطيكم هي قد تغشعوها مفاتيح سهلة يلا يا معود كل مرة نطبقها، لكن والله العظيم هاي المفاتيح هاي اعطيكم هي عن خبرة 5 سنوات بالجامعة. تمام اخوان؟ على الاقل هاي التغذية وجبة واحدة باليوم كلش كافية. زين. مفتاح رقم 4 كلش مهم، صلاتك. الصلاة ما تعوفه. ما معناه انه انت بالامتحانات انه والله ما يحتاجها يلا ما هو الله يسامحني انا عاد اجاهد بالدراسة. اخوان ماكو هالشي شيء. انت تريد تدعي رب العالمين حتى رب العالمين يوفقك. تمام. انت ارضي رب العالمين حتى من تدعي لك كوتش انه تدعي قدام رب العالمين. ما انت ما تصلي ويا رب وفقني يا رب وفق، ماكو هالشي شيء اخوان. الصلاة ما تقلي والله واحد هذا الشخص على نياته، يعني ما عندنا نيات هوني بهاي السوالف، يعني ما يصلي ما عاد ما يخالف عفو يدرس. اخوان هاي سالفة هاي حشاكم بس تجاهل اللي يقوله. اما هي الصلاة ليش يعني مثلا الصلاة توصلك انت برب العالمين. انت تجي تدرس وتاخذ وقت الصلاة. كي لو نجمع ال5 صلوات كلها ما تاخذ من عندنا نص ساعة باليوم. تمام. فلا تتكاسلون من هاي السوالف اللي هي تعتبر حتى أهم من الامتحانات مالتك. تمام. يعني أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكثير طلاب الصلاة هي يعني طريقة توفيق، يعني ما قلك 100%. لو كان أكو شيء أكبر من الفوق 100% كان تعطيها للصلاة. تمام. كرقم 1. تمام أخوان؟ يعني هسه أنت صلاتك اليوم هي رقم 1، هي رقم 1. يعني أتمنى ولو كل شخص مثلا أجي أنا أذكره بالصلاة أقول له الصلاة يا أبا تعال صلي، ما فشني. هذا شيء جدا يعني جدا عظيم. فأنت اليوم مثلا على سبيل المثال قعدت الفجر، تقعد الساعة 6 قبل أبدي أصلي الفجر.
مثلا قاعدة الساعة 9 ما فشني يلا راحت الصلاة ما يخالف على الظهر، لا ماكو شيء، صلي انت قاعدت بهذا الوقت صلي، ولو المفروض تقعد انت من وقت حتى تصليها، لكن صلي ابد لا تترك صلاة، ابد لا تترك صلاة. تمام اخوان؟ ان اردت شيئا من الله فلا تغضبه في طلب هذا الشيء. تمام اخوان؟ لا انت تجي تظل تدعي وانت تفكر الشكل مع نفسك انه انت حتى صلاة ما تصلي. انا ما اقول لك لا تدعي، لا ادعي، بس انت عندك يعني الصلاة اهم شيء بهذا الكوكب. تفشني اهم شيء بهذا الكوكب؟ اهم شيء بهذا الكوكب الصلاة. فانت اليوم ما تصلي زين، وبعدين يعني الى متى نحن نبقى ما نصلي؟ الى متى نبقى نغشع شباب من نطلع مثلا الطلعات او شيء هاي ما يصلون يعني يلا احمد عوفنا متونسين وهاي، ما انت هوني يعني صور هذا الاله. تمام؟ رب العالمين الهنا الواحد الاحد الفرد الصمد، يعني احنا ما نرضينه، يعني نهتم انا نرضي الباقي مثلا اصدقائنا وهالسوالف مع الونسة معاهم في سبيل انه اوفي الصلاة. زين انت هتلاحظ اللي الشيء اللي هتعمله انت اشني هو؟ انه انت هتترك افضل شيء واكثر شيء نعمة من رب العالمين اعطاك هي في سبيل انه انداري الجو مالنا. اخوان هذا الشيء غير مقبول ابدا ابدا ابدا. وانا بالنسبة لي يعني انا اغشع الصلاة بين فترة وفترة هي استراحتك اللي انت تفرفش بيها. تمام؟ اللي انت تفرح بيها، اللي انت المفروض 100% انت تداوم عليها. يعني انا تمام، اعوذ بالله من كلمة انا، لازم الناس يعني بشكل عام انه من تجي الصلاة الناس تتشوق لهذا الوقت. تمام؟ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول البلال أرحنا بها يا بلال. تمام؟ يعني جاء وقته، يعني هسه وقت الراحة مالك انت، وقت ذروة الدرس بعد الصلاة انت تستغفر الشكل، تاخذ نفس عميق، تستغفر، تدعي، تسبح، تستغفر، تحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، تحسب حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي السوالف يعني ما أقلك شيء، يعني بالقليل إنه هو يعني أشكل بالقليل يأثر على نفسيتك، الشكل شوية يأثر على نفسيتك، لا هو هذا يملك الروحانية مالك، يملك نفسيتك كلها على بعضها. فأنت إذا ما تهتم بهالسوالف يعني هاي الصلاة، أنا بالنسبة لي أخوان أنا أي شخص يعني مثلا يجي يقول لي ما أصلي وهالسوالف وأغشع وضيج وما فشني، أنصحه بالصلاة. لكن أنت حاليا ممكن رب العالمين يحبك خلاك تنقهر حتى ترجع على موضوع الصلاة. فموضوع الصلاة جدا 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 مهم. المفتاح رقم 4، المفروض هذا المفتاح ما حطه رقم 4، المفروض هذا هو رئيس المفاتيح كلها. مفتاح رقم 5 اللي هو بعد خروجك من القاعة الامتحانية لا تأتي أنت وأصدقائك وتبدون بالحديث وتبادرون بالحديث وتبدأون في حل الأجوبة. واو، أنت حليت الأجوبة طالع من الامتحان انصدمت انصدام شوك، جت عليك الصدمة كلش قوي إنه أنت مثلا ما مجاوب، راح تأثر على ذوك الامتحانات الباقي ما بنسبة 100%، بنسبة 1,000,000%. تمام؟ فلا ترجع وتحل أي شيء يخص المادة. عوفة انتهت، خليها على الله، والذكر دائما حسن الظن بالله. ممكن صديقك اللي يحل ممكن هو غلط وانت صح. تمام؟ فانت خلي دائما انه عقلك لا تشغله. تمام؟ بهاي السوالف، وخلي بالك انه انت عد الامتحان انتهى، هذا الامتحان انتهى. تمام؟ ما يفيد ابدا ما يفيد. اخوان بالنسبة قناة البثوث دائما نفتح بيها بث، تمام؟ موجودة رابطة بأسفل الوصف. هاي القناة أجاوب بيها على الأسئلة، تمام؟ دائما. وقناة التليجرام جدا جدا مهمة، هم يشتغل الفيديو هي تطلع لكم هوني أو هوني ما أعرف، المهم هي تطلع بهاي الأماكن. تمام أخوان؟ وإيش تحتاجون أنا موجود إن شاء الله. إلى هوني وصلنا ختام الفيديو، أتمنى استفاديتوا من الفيديو، وكان معكم أحمد عماد، ومع السلامة، إلى اللقاء، نلقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله.